السلام عليكم. بشرى سارة لموظفي الإدارات العمومية المتقاعدين بالمغرب. ترأس إبراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية ندوة صحفية المتعلقة بالرفع من منح التقاعد والوفاة والتعزية والتمدرس بالنسبة للأيتام، المتضمنة في القرار المشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية، وتم بالمصادقة على التعديلات المدخلة على النظام. وقال العثماني إن تطبيق هذا القرار المشترك القاضي بالرفع من منحة التقاعد من 600 و500 درهم إلى 35 ألف درهم، والرفع من منحة الوفاة إلى 50 ألف درهم، ومنحة التعزية من 2000 درهم إلى 4000 درهم، ومنحة التمدرس من 100 درهم إلى 700 درهم، يشكل خطوة أساسية في مسار تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين. وأوضح أن هذه المنح الجديدة سيستفيد منها جميع المنخرطين المتقاعدين وذوي الحقوق بأثر فوري منذ تاريخ نشر القرار المشترك بالجريدة الرسمية، لافتاً إلى أن الأجهزة الإدارية المختصة ستطلق حملة تواصلية واسعة النطاق للتعريف بكيفيات التطبيق وتحديد الفئات المستهدفة.